كل حاجة بقت غالية. عايزة تشتري الحاجة وتعملي الوصفة وما تبوظ منك، ما هي لو باظت منك تبقى خراب بيوت. السلام عليكم، ازيكم يا احلى اخوات؟ عاملين ايه؟ اسمي ايمان ودي قناتي. يلا نصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على اشرف الخلق سيدنا محمد، عليه افضل الصلاة واتم التسليم. اوعي تخافي، هاتي المكونات بتاعتك واعتمد الطريقة دي وان شاء الله مش هتبوظ منك، وتاكلي احلى بسبوسة مكرملة. ما احنا بقى مش هنسيب التجار يغلوا علينا. هاتي انت بقى واعملي كل الجمال ده في بيتك وبطريقة ناجحة. هنقول بسم الله ونشوف مكوناتنا النهاردة. هنعمل البسبوسة المكرملة التحفة اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو. اول حاجة عملتها معايا كوبايتين من السميد بيتشرى من عند العطار، مش هنجيب بقى بسبوسة جاهزة. كوبايتين وربع من السميد السادة من عند العطار، حطيهم كده في حاجة معاكي. وبعد كده هاتي معلقتين كبار من بشر جوز الهند، جوز هند مبشور، حطيت معلقتين كبار. حطي كده ذرة ملح، واللهم صل على رسول الله برضو حاجة بسيطة من البيكنج باودر. وكمان معانا 3/4 كوباية من السكر، حطيت ربعهم، يعني مش كوباية، 3/4 كوباية حطيت ربع الكوباية يعني ربعهم. وبعد كده هقلب كويس جدا. قلبي المكونات بتاعتك دي اللي هي السميد مع السكر مع بشر الجوز الهند مع ذرة الملح ومعاها ذرة البنج باودر. ومعاكي بقى لو في فانيليا باودر حطي كيس، ما فيش هنحط الفانيليا السايلة في المكونات السايلة بتاعتنا. مكوناتنا السايلة هتبقى ايه؟ معايا بقية كوباية السكر حطيتها كده تتكرمل. حطيت معاها معلقة من عسل الجلوكوز، لو مش موجود عندك على فكرة ممكن تستغني عنه، مش هتقفي عليه. معلقة من عسل الجلوكوز على بقية السكر بتاعي، وسبته كده يتكرمل على نار هادية. ايدك فيه كده وحاولي اللون بتاعه يبقى اللون الجميل اللي انت شايفاه ده، ما تحرقهوش عن كده، هيبقى هو اللون الذهبي الغامق الجميل اللي انتوا شايفينه معايا ده. خلاص كده اتفقنا. معانا ايه تاني؟ معانا كوباية من اللبن اللي هو الحليب، كوباية طبعا دافية، تمام مش مغلي، يدوب بس كده دفيته على النار. اول ما السكر بتاعنا اتكرمل هشيله كده من على النار، عشان كده اضمن ان هو ما يفرش مني وانا بعمله، تمام. فشيليه كده من على النار، ارفعيه، وبعد كده ضيفي كوباية اللبن، هضيفها كده على مرتين، تمام. شايفين بمجرد ما هقلبها هتبدأ ان هي بس تفور معايا. طبعا تاخدي بالك تكون الحاجة بتاعتك يعني تكوني طافية عليها النار وانت بتعملي الخطوة دي. وقلبي كده بكل سهولة كده، قلبي هتفك معاكي، والكرملة بتاعت السكر دي هتفك وهتبقى زي العسل. وما تقلقيش بقى لو حصل فيها اي تكتلات بسيطة كده، ما تقلقيش، على فكرة الحاجات دي بالعكس بتزود في حلاوة البسبوسة، مش ان هي بتبوظها او بتعمل فيها اي حاجة. حطيت بقية اللبن بتاعي وهرفعها على النار، وهمسح بقى اللحوسة اللي انا عملتها في البوتاجاز دي. هقلب بالراحة كده وطبعا على نار هادية. عملنا ايه؟ السكر المكرمل مع كوباية اللبن، بس كده، ومعلقة العسل الجلوكوز اللي انت ممكن تستغني عنها لو مش موجودة عندك، تمام. هقلب بقى كده بالراحة جدا على نار هادية، واسيب كده كل حاجة تدوب معايا. نص كوباية من السمنة وضيفيها على السكر بتاعك واللبن على الكراميل اللي انت عملتيه. بعد كده حطي الفانيليا زي ما قلتلك، لو مش فانيليا سايلة حطيها على المكونات الجافة بتاعتك. قلبي كده بقى تقلبتين، ويلا نحط على السميد بتاعنا. معايا السميد اللي انا مجهزاه معاكم باول الفيديو، هقلبه كده واحط عليه على طول المكونات بتاعتي. ما تقلقيش من التكتلات اللي السكر ده عمله مع اللبن مع السمنة، الحاجات دي بجد بتحلي البسبوسة، مش بتعمل يعني مش بتبوظها او مش بتعمل لها اي حاجة خطر فيها، تمام. فدي حاجة يعني مضمونة وما تقلقيش منها. قلبي كده بالراحة من فوق لتحت، احنا هنقلبها مش هنعجنها عشان ما نعملش البسبوسة بتاعتنا عرق. قلبي كده يعني ايه، اخلطي كده كل مكوناتك في بعضها من غير ما تعجنيها، تمام. لمجرد ان كل حاجة كده تتشرب هيبقى عامل زي الرمل كده المبلول. طبعا كل حاجة نضفتها كانت سخنة، ما سبتهاش تبرد ولا حاجة، تمام. صينية بقى كده ودهنيها بالسمنة،
الصينية مقاسها وسط. تمام، انا جايبة الصينية اللي هي مستطيلة دي مقاس وسط. هضيف كده المكونات بتاعتي بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وطبعا انا مشغلة الفرن على درجة حرارة عالية، وهنضيفها هنحطها على الشبكة. عفوا. هبدأ بقى كده افرد العجينة بتاعتي في الصينية بالمعلقة، وبعد كده هخبزها بايدي بكل سهولة. اعتمد الطريقة دي وان شاء الله هتبقى ناجحة معاكي ومش هتبوظ منك تاني ابدا. البسبوسة الخطيرة بطريقتي، بسبوسة مكرملة بقى كده، ورمضان جاي علينا وعايزين حاجة حلوة كده ناكلها بعد الفطار. الكنافة بقى والبسبوسة والقطايف والجمال ده كله. فهاتي بقى كده السميد واعملي انتي البسبوسة بايديكي، ومن غير بقى ما التجار يغلوا علينا. بعد كده خلاص عملتها بالمعلقة، وبعد كده هبدأ ان انا اسويها بايدي عشان اخلي سمكها كله متساوي مع بعضه. تمام. في الوقت ده بقى عايزة تجيبي اي حاجة تزيني بيها البسبوسة بتاعتك، هاتي فول سوداني بقى، بندق، اي مكسرات عايزة تحطيها وبتحبيها ضيفيها على البسبوسة بتاعتك. ممكن تحطيها سادة كمان لو عايزة. انا هحط عليها ايه؟ هحط عليها جوز هند من اللي هو الكبير مش مبشور. تمام، جوز هند كده خشن. هبدأ بقى كده ارصه عليها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. انا بحب جوز الهند، ومعلقتين جوز الهند اللي في البسبوسة هيدوها طعم تاني كمان. فاعتمد الطريقة وان شاء الله تعجبك. مكوناتها سهلة جدا وبسيطة جدا جدا، وحتى في المكسرات بسيطة جدا. تمام. اللي هو بشر جوز الهند هيخلي لها طعم حلو جدا برضو وشكل جميل. خلاص حطيت بقى الباقي كده بعشوائية كروكي كده، وضغطت عليها كده ضغطتين عشان جوز الهند يلزق فيها. وخلاص كده الصينية بتاعتنا جاهزة على الفرن. طبعا انا سبتها كده حوالي دقيقتين قبل ما احطها في الفرن، والفرن حامي جدا. وحطيها كده تاخد معاك ان شاء الله حوالي تلت ساعة في الفرن. يلا بقى كده نعمل الشربات على ما البسبوسة بتاعتنا تستوى كده وتتحمر. حطيت كوباية وربع من السكر، عليهم كوباية وربع من المية. بالظبط اللي هتحطيه للسكر هتحطيه سكر، هتحطيه مية. تمام. فالمقدار ده هو ده اللي احنا هنحتاجه للبسبوسة بتاعتنا، لا اكتر من كده ولا اقل من كده. كوباية ونص مية مع كوباية ونص سكر. حطيهم على النار، واول ما يبدأوا في الغليان كده حركيهم وقلبيهم. وبعد كده ضيفي نص ليمونة. تمام. سيبيهم بقى كده يغلوا، وحطي رشة فانيليا بسيطة. وبعد كده هيغلي ونحط لهم معلقة السمنة مش كبيرة قوي. هيغلوا معانا على النار حوالي دقيقتين او 3 دقايق بالكتير قوي. احنا عايزين شربات سيرب خفيف للبسبوسة. وطبعا الشربات هيكون بيغلي والبسبوسة عفوا البسبوسة تكون سخنة. تمام. خلاص غلي كده، هحط معلقة السمنة ودقيقة واحدة بالظبط، وهفصل عليه لان هو كده بقى تمام جدا. خلاص اعتمد ان شاء الله الطريقة دي، وبإذن الله تطلع معاكي تحفة. البسبوسة طالعة من النار سخنة جدا، والشربات كمان شايفين، والشربات كمان منزلاه من على النار بيغلي. نضيف بقى كده الشربات السخن على البسبوسة السخنة. ما شاء الله. شايفين البسبوسة بإذن الله تتشرب الشربات بتاعك ده كله. هنحتاج كل الكمية اللي احنا عملناها من الشربات. شايفين بالطريقة الجميلة دي. ضيفي كده ما يهمكيش ان شاء الله تشربها وتبقى ناجحة معاكي وزي الفل. وما تندميش كده ان انت اشتريتي المكونات بتاعتك وعملتيها في بيتك، لا بالعكس انت هتعمليها على طول في بيتك ومش هتشتريها تاني. ما شاء الله البسبوسه شربت الشربات بتاعي. هضيف بقى كمان بقيه الشربات ده كله. زي ما قلت لكم احنا هنحتاج كل الشربات، ونسيبها بقى كده دقيقتين اتنين تتشرب الشربات بتاعنا ده كله. تمام. بس كده. سيبيها بقى على جنب دقيقتين اتنين، وارجعي شوفيها تاني. ده شكلها قبل ما تشرب الشربات، يعني هي كده لسه بتشرب في الشربات بتاعها. تمام. حطينا طبعا كل الكمية. ما شاء الله شايفين الجمال.
على فكرة هي كده لسه سخنة، يعني هي كده يعني مش باردة، هي كده لسه سخنة كمان، لسه ما بردتش. فده كان شكلها بعد ما شربت الشربات واستكفت وبقت جاهزة للأكل، بس هي عايزة تبرد بس. ده الشكل بتاعها النهائي، ما شاء الله. تحمير جميل جدا، التسوية حلوة من تحت ومن فوق، وطرية ومرملة ومكرملة وحاجة كده في منتهى الجمال. شايفين بقولكوا قد ايه هي طرية من جوه وكمان مرملة. هنقطع معاكوا حتة كده وهي سخنة عشان برضو المصداقية. تمام. ما شاء الله هي بتتكلم عن نفسها. يلا بينا كده بقى ندوق البسبوسة الجميلة بتاعتنا دي. ما شاء الله الحروف بتاعتها كده مقرمشة وكمان طرية، حاجة كده مفيش بعد كده بقى. شايفين الجمال؟ مرملة جدا، طرية كده وشاربة شرباتها. ما شاء الله النتيجة ممتازة. لو وصلت لحد هنا من الفيديو، يلا كده حطي بصمتك واشتركي في القناة، هيزيدنا شرف كده وتنورينا اختنا في الله. وما تنسيش تفعل الجرس على الكل عشان ان شاء الله اي فيديو انزله ليكم يوصل لكم باشعار وتستفادوا منه باذن الله. شايفين البسبوسه جميله ازاي؟ دي كانت طريقه البسبوسه النهارده، ان شاء الله تعتمديها، طريقه مجربه وطريقه مضمونه. ما شاء الله وسهله جدا وكمان مكوناتها اقتصاديه جدا جدا. تعملي احلى بسبوسه بكوبايتين سميد وخلاص مش هشتريها تاني. بس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، بتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. وانتظروني ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنسيش تفعلوا زر الجرس على الجميع عشان ان شاء الله اي فيديو انزله يوصل لكم باشعار. الفيديو الجاي ان شاء الله جميل جدا. واخيرا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. في حفظ الله ورعايته، ربنا يجعلنا واياكم طيبين الاثر وصحبة صالحة، اللهم امين يا رب العالمين. السلام عليكم.